مساء الخير. نسبة نجاح الحقن المجهري في أحسن حتة في الدنيا من 60 ل 70%. طب هي ليه مش 100%؟ يعني ليه مش كل الستات اللي بتعمل حقن مجهري بتنجح بنسبة 100%؟ طبعا ده مش هيحصل لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ويجعل من يشاء عقيما، لكن احنا علينا السعي والأخذ بالأسباب. يعني كل 100 ست بتعمل حقن مجهري في الحتت الكويسة بينجح منهم 60 إلى 70 ست، وفي 30 إلى 40 ست ما بينجحوش. أنا علشان يحصل عندي أعلى نسبة للنجاح أو أقرب لل 100% لازم يتوفر عندي 4 حاجات مهمة جدا. أول حاجة إن يكون عندي جنين كويس، جنين صحيح ما فيهوش عيوب خلقيه، ودي نقطه مهمه جدا وتكاد تكون هي الاهم على الاطلاق. عايز اقول لكم ان عدد الحيوانات المنويه في السنتي الواحد للزوج في المتوسط 60 مليون حيوان منوي، وفي بعض الناس عندهم لحد 400 مليون حيوان منوي. يعني السنتي الواحد ده فيه 400 مليون حيوان منوي، ده مليين مش كل السنتي، فيه كمان معاهم فركتوز وريبوزوم وسائل منوي. اذا السائل المنوي الواحد ده كائن صغير جدا جدا، والبويضه قده او اكبر حاجه بسيطه، ومع ذلك سبحان الخالق على هذا الكائن الصغير نصف مواصفات البني ادم والنص الثاني على البويضه. الاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يدوا الخريطه الجينيه للجنين ده. هيبقى ايه؟ هيبقى ولد ولا هيبقى بنت؟ هيبقى طويل ولا قصير؟ ابيض ولا اسمر؟ شعره اكرت ولا شعره ناعم؟ عينيه خضراء ولا عينيه زرقاء؟ كل التفاصيل دي موجوده في لغه متناهيه الدقه مكونه من الاحماض الامينيه. عايز اقول لكم ان الطبيعي ان الراجل الحيوانات المنويه بتبقى فيها نسبه تشوهات 96%. طيب انهي حيوان منوي اللي لقح؟ ده بتاع ربنا. لو العيب كبير في الحيوان المنوي او في البويضه ممكن ما يحصلش اخصاب من الاول، يعني نيجي نخصب البويضه بالحيوان المنوي ما تتخصبش. لو العيب اقل شويه الجنين ده يتوقف عن النمو في 3 إلى 5 أيام اللي بيبقوا قدامنا في الحضانه. لو العيب اقل شويه بعد ما نشوفه قدامنا في الحضانه بينقسم لمده 5 أيام وندخله داخل الرحم بتاع الست يتوقف عن النمو. لو العيب اقل كمان الست تحمل ونعمل بريجننس تيست يطلع بوزيتيف وبعد كده يتوقف الحمل. لو اقل اكتر ممكن يحصل نبض وبعدين يتوقف النبض، لو اقل وهكذا. اذا لازم يبقى عندي جنين صحيح وده اهم عامل. تاني حاجه مهمه الارض اللي هيزرع فيها البيبي اللي هي بطانه الرحم. بطانه الرحم لازم تكون ممهده وارض خصبه لنمو الجنين، يعني ما يكونش فيها حاجز رحمي، ما يكونش فيها بوليبز او زوائد لحميه، ما يكونش فيها فايبرويد، ما يكونش فيها التصاقات، ما يكونش فيها التهابات. كل ده مهم وده نقدر نشوفه بالسونار او بالمنظار الهيستروسكوب قبل الحقن المجهري. تالت حاجه اللي احنا بنسميهم الجيران. الجيران ده ممكن يكون الالتصاقات، بطانه الرحم المهاجره، الهرمونات الملخبطه، المناعه والسيوله واللزوجه، حاجات كتير جدا اللي هم ليهم تاثير علينا وده دور الدكتور انه يصلحهم. رابع حاجه وهو عامل مهم جدا الدكتور اللي هو الدايركتور اللي هو الصنايعي، وده عامل مهم جدا يكاد يكون زي العامل الاول اللي احنا قلنا عليه ان هو مهم جدا، لان الدكتور ده المفروض ان هو يختار انسب الاوقات للدوره، يختار انهي بروتوكول اللي هيستخدمه، يختار مواعيد السحب والارجاع والطريقه. كل ده مهم. الدكتور ده هو اللي هيمهد الارض الخصبه اللي يزرع فيها، هو اللي هيتاكد من ان الجيران دول اصبحوا غير ضارين لينا. الدكتور ده مهم جدا. الدكتور ده هو العامل المهم، وهنا بيختلف دكتور عن دكتور وخبره عن خبره. ازاي اظبط كل ده مع بعض عشان في الاخر اعلى واوصل لاعلى نسبه نجاح. انا اتمنى لكم جميعا التوفيق وبشكركم.